على بركة الله إماما وخطيبا لجمعتنا في ميساء المجاهدة سماحة السيد أسامة الموسوي، نحييه ونستقبل والصلاة على محمد وآل محمد على أصواتكم. الداعي إلى حقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد كلما أنتهي من فقرة أقول يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروه اللهم رد كل غريب كل أسير اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير اللهم اشف صدر الحسين بظهور المهدي سلام الله عليه اللهم عجل بوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الشرك والنفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبك عمن سواك اللهم صل على المصطفى محمد والمرتضى علي والزهراء فاطمة والمجتبى الحسن والشهيد الحسين بكربلاء وعلى التسعة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام اللهم هؤلاء هم أئمتي وقادتي وسادتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرى في الدنيا والآخرة والأولى أوصيكم أخوتي ونفسي بتقوى الله والاجتناب عن معاصيه والتركيز في طاعته والإخلاص في نواياكم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يحدد لنا القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة يحدد لنا القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة
شرطا أساسيا مهما من أسس البناء الاجتماعي السليم الذي يريده إلينا ربنا جلت قدرته، وهو أي هذا الشرط الأساس يسبق أو يترافق مع أي محاولة لإصلاح الدولة والمجتمع والارتقاء بالواقع الخارجي على المستوى اللائق بالإنسان، وتحقيق هذا الشرط للحصول على نتائجه لا يقتصر على المسلمين والمؤمنين فحسب ذلك أن الخطاب في الآية الكريمة خطاب عام لكل البشر، حيث عبر بكلمة وهي تصدق على كل مجموعة بشرية عارية عن هويتها العقائدية أو العرقية، أن الله لا يغير ما بقوم، لم يقل يغير ما بالمسلمين أو بالمؤمنين أو بالصالحين أو بالمسيحيين أو باليهوديين، لا، ما بقوم أي قوم لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي بمعنى ذلك أن هناك شيء يسمى بأنه كل فعل له ردة فعل يساويه في القوة ويعاكسه في الاتجاه. مثلا أنت تسأل أنه كيف أصل إلى أن الله سبحانه وتعالى يذكرني مثلا، الله لا تذكر لواحد شو ذكره؟ مو أنت تذكر الله يذكر، والله احنا نذكر الله سبحانه وتعالى يجوز، هذا الذكر صحيح يجوز مو صحيح، يجوز يوصل يجوز ما يوصل، يجوز عند الآخرين كم من ذاكر وهو غافل نائم، لكنه أنت تدري الله يذكر سبحانه وتعالى، شو يقول؟ اذكروني أذكركم. أنت تريد الزيادة في الرزق، ماذا تصنع؟ لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن كفرتم أن عذابي لكم. يعني فعل ورد فعل، لا يوجد شيء اسمه أنه معنى من المعاني أنه تعطى بدون أن تسعى لذلك العطاء، مستحيل. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهناك نقطة دقيقة أخلاقية طبعا، أنت تقول مثلا أنه أنا لا أستيقظ لصلاة الصبح، أو أنه أنا ضعيف أمام المحرمات، أو أنه أنا لا أصلي صلاة الليل، ما يبعد صلاة الليل، أو أنا ما أقدر أدفع خمس مثلا، قلبي وجعني إذا أدفع خمس، أو إذا أجاني فقير يريد أن يعني أساعده أنا ضرر ما أنت. فشلون على هذا؟ لك أول خطوة تقوم بها هو أن تغير ما بنفسك، لأن المشاكل التي تحصل في المجتمع والتي تحصل بينك وبين الله والتي تحصل بينك وبين الناس إنما سببها النفس الأمارة بالسوء. كل المشاكل تقديرا وتحقيقا تصدر من النفس الأمارة بالسوء. مثلا أنت تجي تسأل من الذي قتل الحسين عليه السلام؟ سيد الشهيد قال في خطبة من خطب الجمعة سؤال يطرح نفسه، من الذي قتل الحسين؟ قال قد تقول قتله شبر، قد تقول قتله حرملة، قد تقول قتله يزيد لأنه هو المتسبب في ذلك، وتكلم عن الدولة البيزنطية. الآن نريد أن نتحدث بطريقة أخرى، أيضا نسأل نفس السؤال، من الذي قتل الحسين عليه السلام؟ بصريح العبارة هذه المسميات الخارجية ما هي إلا تجليات لأشياء داخلية، يعني الذي قتل الحسين عليه السلام هو النفس الأمارة بالسوء. شنو الدليل؟ اسمع ماذا يقول شبر بن ذي الجوشن لعنة الله عليه، يقول أوقر ركابي فضة أو ذهبا أني قتلت السيد المهذبا، قتلت خير الناس أما وأبا وخيرهم الذين ينسبون النسبة. إذا لماذا قتلته؟ حب المال. أوقر ركابي فضة أو ذهبا، وحب المال وين موجود؟ هذا في الروح أو في العقل؟ لا، هو إنما موجود في النفس أو النفس
لا يحب السلطة، لا يحب التظاهر، لا يحب أي شيء من هذه الأمور المتدنية، ويحب الله. هل تتوقع أنه سوف يقتل الحسين سلام الله عليه؟ مستحيل، مستحيل أن يقتل الحسين. إذا من الذي قتل الحسين؟ قتلته النفس الأمارة، شهوات النفس الأمارة بالسوء هي التي دفعت لقتل الحسين عليه السلام. بعد مثال آخر، عمر بن سعد، ماذا قال عمر بن سعد؟ قال: دعاني عبيد الله من دون قومه إلى خطة فيها خرجت بحيني، فوالله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري على قطرين، أأترك ملك الري والري منيتي أم أصبح مكتوما. شوف ايش قال؟ قتلت السيدة المهذبة. عمر بن سعد ايش قال؟ أم أصبح مكتوما بقتل حسيني، حسين بن عمي والمصائب جمة لعمري، ولي في الري قرة عيني. بعدين يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين، فإن صدقوا فيما يقولون لا طلع صدق فإني أتوب إلى الرحمن. إذا يعتبر قتل الحسين ذنب وما يعتبر ذنب، يقر ويعترف أن قتل الحسين من أعظم الذنوب. شمر بن الجوشن الذي اهتز رأس الحسين: يا شمر بن الجوشن، هل تعتقد بأن قتل الحسين حلال جائز أمام الله؟ قل لا، أني قتلت السيدة المهذبة، قتلت خير الناس أما وأبا، وخيرهم الذي ينسبون النسب. هذا من بطرس بالأمر. إذا لماذا قتلت؟ هذا يريد ملك الري، وهذا يريد أول ركاب فضة أولا. موضع الشاهد ما هو؟ هذه حب الملك وحب الذهب والفضة وين موجود؟ موجود في هوى النفس الأمارة بالسوء. فإذا من الممكن شوف لاحظ، من الممكن إذا كان هذا الإنسان لديه هذه الرذائل النفسية وظهر شخص كالحسين سلام الله عليه، ممكن أن يقتل. اعترض الشيعي حتى لو تقول على الحسين سلام الله عليه. بدليل شنو؟ بدليل الكتاب. ناس كانت تنظم على الحسين سلام الله عليه وتطبق على الحسين عليه السلام، ولكن وين زمن صدام. الآن اجت السلطة إلهم، ماذا صنعوا؟ قتلوا الشيعة وما قتلوا. السجون الآن ممتلئة من جيش الإمام المهدي ولا إيه ممتلئة؟ زين. الشعب العراقي الشيعة تحديدا هل يعاملون الأمرين ولا؟ طبعا. دولة من ضمن هذا اللي كان ينظم على الحسين سلام الله عليه. تجي الشيعة نفس السؤال، أنت لماذا صنعت هذا بشيعة الحسين وبأحباب الحسين وبمن ضحوا من أجل الحسين وحاربوا صدام؟ من اللي حارب صدام؟ لا شك كذا ورقة، إنما حاربه السيد محمد صدر وحاربه أتباع السيد الشهيد صدر، وإلى الآن لا زالوا يدفعون دماء. أنت تجي على الكلام ماذا تقول؟ لكن بعيد. قل لا، هذول خارجين عن القانون نقتلهم. إذا ما هو فرق عن شمر أو عن عمر بن سعد، إنما هو حب السلطة. شوف، حب السلطة، التمسك بالكرسي والرئاسة هو الذي أوصل عمر بن سعد لقتل الحسين، وهو الذي أوصل فلان لقتل الشيعة. بل ما عندهم مانع حتى يهدمون الحسين سلام الله. بالانتفاضة الأولى كنت شايفين، الانتفاضة الأولى كانوا من قاعدين يستحقون. أنا كنت قاعد، أنت كنت قاعد، لا. زي مرتضى صدر كان قاعد، لا. إنما أغلبية شيعية. ماذا حصل بالانتفاضة الأولى؟ ربما ما عن ابن أبي طالب الهؤلاء الدولة، مرقد أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا قتلوا الناس داخل الحرب الأولى. طبعا من اللي سوى الدولة؟ أنا سويت. هل جاء واحد من المريخ سواها؟ إنما هؤلاء هم الذين يدعون هذا اللي كله. لما اجى الحسين عليه السلام بالطريق وصادفه رجل ما ادري لا اذكر اسمه، قال له كيف حال الكوفه؟ كوفه شلون خليته صاير بيه؟ قال يا ابا عبد الله ان القوم شوف ان القوم قلوبهم معكم، ما عندهم مشكله. اي واحد بالكوفه تساله هل تحب الحسين
قلوبهم معكم، لكن الحقيقة شنو؟ سيوفهم بوجهكم، سيوفهم عليكم. هذا التناقض والازدواجية أنا أحب واحد وأجي قلت له شلون تصير إذا افتهمنا بأن الإنسان مكون من 4 عوالم. عندك عقل يقول لك لا تزني، عندك نفس يقول لك تزني، عندك قلب يقول لك حب هاي المرأة وافعل معها الرذيلة، وعندك شنو؟ عندك روح تقول لا تنجس ذاتك في معصية الله. إذا هذا التناقض. أنت مو مرات تشعر تناقض داخلك ولا لا؟ مثلا أنت تقعد صلاة الصبح تصلي، قعدت تحت عيونك باوعت الدنيا باطلة، صار داخلك لا أنا لازم أقعد أصلي صلاة مفروضة بالله فيها ثواب وأجر عظيم. قمت شوية بعد رجعت منك. هذا الصراع اللي قاعد يصير عندك، ساعة اللي تصلي ساعة اللي ما تصلي، ساعة تقول الدنيا باردة ساعة الدنيا حار. هذا الصراع هو اللي قاعد يصير. إذا أنت واحد المفروض ما تصراع عنده، لا أنت عندك عوالم متعددة. فذولاك القوم في الكوفة، طبعا دولة في الكوفة كانوا وين يصلون خلف علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يصلون خلف الحسن سلام الله عليه، يحبون تربوا في بيت علي بن أبي طالب بمعنى من المعاني. أنت شوف مثال بسيط، عبد الرحمن بن ملجم، شو توقع عبد الرحمن بن ملجم وين جاي؟ من أمريكا، من إسرائيل، من دنمارك، رجال يتيم رباه أمير المؤمنين سلام الله عليه. كلكم تعرفوها صح ولا لا؟ صح. لا أنت عبد الرحمن بن ملجم مو هذا الرجال رباك وأنت يتيم وكان لا يفرق بينك وبين الحسن والحسين. أنت لماذا قتلت الرجل؟ إلا بحب النساء، هو حب هاي المرأة وهي قالت له اقتل علي بن أبي طالب وتزوجه. إذا شهوة جنسية أو لا؟ شهوة طبعا. إذا الشهوات حبيبي والميولات والحركة النفسية التي في داخل الإنسان هي التي قتلت أمير المؤمنين عليه السلام، هي التي قتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهراء عليه السلام. شو سوت؟ المرأة قاعدة ببيتها، لماذا أسقط جليلها، كسر ضلعها، لقموا عينها واستشهدت في ريعان شبابها؟ لماذا الرجل يسوي زهراء سلام الله عليه؟ انما هو حب التسلط لا اكثر ولا اقل، انه هذا لربما يسوي لنا مشاكل على السلطه، فاحنا نتخلص منه القتل وفي امان الله. وهذا موجود في كل زمان ومكان. سيد محمد الصدر ماذا صنع سيد محمد الصدر؟ قتل له واحد، سجن له واحد، قتل له واحد. رجال اجى يخدم المجتمع، يهدي الناس، يصلح الناس. ليش ذاك حاربه وهذا حاربه وهذا المعمم قال عليه بالدوله وذاك شنو ما تشجع عليه وهذا قال انه هذا ما نعرفه من الاماميه، وبالنتيجه الحكومه قتلته. ليش؟ ببساطه انما هذول يخافون من الله على سلطانه. المهدي سلام الله لماذا هو باقي؟ ما بدي له واحد سلام الله. انت تتصور يعني تتوقع انه الله يدي له واحد؟ اهل بيت الرحمه هم اسمهم اهل بيت الرحمه، تتوقع يدونهم واحد هم؟ او يجرحوا لهم مشاعر واحد او يظلمونهم واحد؟ طبعا مستحيل ما يسوى كل هذا. زين اذا لماذا قام الامام المهدي سلام الله؟ انما قال ابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيء. اكو ناس تقول الامام سلام الله زي الكتله، وهذه الناس اللي الكتله مو تتصورها قاعده بغير كوكب، وانما يجوز هو وياك ويصلي وياك ويسبح وياك وينقذ وياك، ولكن لما نصير الشغله لو انا لو الامام المهدي اصير انا، لو كرسي الله سبحانه وتعالى لا اصير كرسي مات. لاحظ هذا كان احد الحكام من بني اميه، طبعا لا يصح ان نقول خلفاء بني العباس او خلفاء بني اميه، دول مو خلفاء انما هم ناس شياطين ولكن المهم كان هذا دائما يقرا القران 24 ساعه، اسمه الولي على ما بالي يقرا القران.
وقت ما تجي تجي صلي. جاء الخبر يا فلان بأن الخليفة قد مات، هذا أبوك أو اللي قبلك مات. شنو سوى؟ فتح القرآن ياخذ استخارة، تطلع طلعت هاي الآية: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. زين هذا جت السلطة منها وهي جت الآية منها. سوى خلى القرآن على شجرة وضربه بالسيف. قال أتهددني بجبار عنيد؟ ها أنا ذا جبار عنيد، فإذا لقيت ربك بيوم حشر فقل يا رب مزقني وجهك. زين هذا اللي يقرأ القرآن عمره كله ويصلي عمره كله، شو جاب 5 دقائق دور؟ ما كان عنده سلطة ولا كان عنده فلوس. اجت السلطة والفلوس تحول مجرى حياته. كانوا يقولون هذا يستشكل من قتل بعوضة، هاي البقايا يستشكل ما يقدر يقول انا من خالقها، الله خالقها، شلون يقدر؟ لكن لما اجت السلطة صنع ما صنع. اذا ايها الاحبة لنلتفت الى هذه الايه: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انت ما تغير نفسك في اي لحظه محتمل ان تطير، اي لحظه. شوف انا في اليوم سالت السيد الشهيد وقت البرمه، قلت سيدنا ما هي الضمانات للبقاء في خير في خط وسير أهل البيت عليهم السلام وخط وسير صاحب الأمر عجل الله فرجه. احنا تعلمتنا وربيتنا أن نخدم إمامنا سلام الله عليه بالصغيرة بالكبيرة بالحكاية بالرواية بالخطبة بالمحاضرة بأي شيء. فشنو الضمان؟ أنا خاف على نفسي لأن أقرأ الروايات. هذا كان يصلي ورا علي بن أبي طالب ذبح الحسين، هذا متربي ببيت علي بن أبي طالب قتل الإمام علي، هذا النبي ما أدري كان مطلعه من 1000 مشكلة راح ماذا سوى. فأنا جزء حال من حالهم، يعني انت شنو فرقك عن فلان وعن فلتان؟ وهو بشر وانت بشر، خلقناكم من نفس واحدة بالنتيجة. قال لي حبيبي انت ايش قد تثق بي؟ شوف هالعبارة، ثقتي مطلقة 100% يعني. قال انا هكذا، انا ليس لي ضمان من الله ان ابقى في ركاب صاحب الزمان سلام. شوف العبارة هاي ضخمة. انا ليس لي ضمان من الله ان ابقى في ركب صاحب الزمان. زين اذا انت سيدنا يجي تقول انا شنو وضعي؟ انا الانسان التافه اللي ما لي كل قيمه ولا علم ولا فهم ولا كذا، شنو قيمتي انا؟ قال قيمتك حبيبي الضمان ان تبقى مستمر باستمرار. انت تصبح تذكر الله وتذكر آل محمد، تمسي تذكر الله وتذكر آل محمد، يوم اللي تعوف الذنب انتهت شغلتك صحت. لاحظ ماكو ضمانات عند الله سبحانه وتعالى. والشيطان عبد الله 6000 سنة، مو يوم 2 و3 و10 6000 سنة. مو انا اقول، امير المؤمنين عليه السلام لا يدرى من سنين الدنيا سنين هاي ام من سنين الاخره، وعصى الله بسجدة فطرده الله من واسعه. فانا انت شنو قيمتنا وشنو وضعنا عندنا؟ احنا لا نصلي عن 6000 سنه ولا قاعدين عمارنا ساجدين لله. احنا ناس يعني الدنيا تاخذنا وتجيبنا بمعنى. اذا عصينا شو يسوي بي رب العالمين سبحانه وتعالى؟ اكو ابواب مفتوحه هذه الايام اللي هي زياره ال40 من علامات المؤمن، مواقف ابي عبد الله الحسين. هذه حاولوا ان تشاركون بها بقدر ما تستطيع، حتى لو بقلاص مي، حتى لو تمشي لك 10 خطوات اذا ما تقدر تمشي. المهم نية المؤمن خير من عمله. تبرع لك البطانية مثلا لموقف معين، لا تفوت هاي الفرصة لأن ضياع الفرصة غصة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا.
على محبة الحسين الشهيد ثانية غفر الله لكم. على محبة السيد الشهيد الصدر ثالثة غفر الله لكم. نصرة للمظلوم بقية آل الصدر السيد القائد رابعة بأعلى أعلى أعلى. جزاكم الله خير جزاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر والسريرة، يا عظيم العفو يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة، ارحمني يا صاحب كل نجوى، ارحمنا يا صاحب كل نجوى ومنتهى كل شكوى ومفرج كل كربة، يا مقيل العثرات، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها. اللهم ها أنا ذا عبدك بين يديك خاضع تائب إليك، اللهم فاعف عني واغفر جميع ذنوبي، فإني أقسم بعظمتك سأتوب من هذه اللحظة، يا أرحم الراحمين ويا خير الغافرين. اللهم صل على المصطفى محمد والمرتضى علي والزهراء فاطمة والمجتبى الحسن والشهيد الحسين بكربلاء وعلى التسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام. اللهم هؤلاء هم أئمتي وقادتي وسادتي، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرى في الدنيا والآخرة والأولى. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على وعجل فرجه والعن عدوه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. سلام عليك مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر الحسينية هي ظاهرة دينية الأصل مزجت بالأعراف الاجتماعية، وهي عبارة عن إظهار الحزن والمصاب لأعظم حادثة حصلت في تاريخ البشرية جمعاء، واقعة الطف الأليمة. وبعد مرور الزمن امتزجت هذه الظاهرة أو الشعائر بروح الثورة حتى أطلقت مضاجع الطواغيت، وهي صنوف متعددة، منها المسير إلى كربلاء المقدسة والزيارة عموما وإطعام الطعام والبكاء ومواكب العزاء وغيرها من الطقوس التي أجازها الشرع. ولا شك أن هذه الشعائر أصبحت إرثا وحضارة لكثير من الشعوب الموالية، وكلا يؤديها حسب طريقته، ولكل بلد من هذه المعمورة ثقافته الخاصة لتأديتها. والسبب في ذلك هو التنوع الحضاري للشعوب، وهذا يدل على أن الحسين عليه السلام وثورته
يتجاوز حدود البلدان والحضارات والثقافات بل حتى الأديان. وكثيرا ما سمعنا أو شاهدنا على أن عن أناس ليس لهم صلة بالإسلام أو التوحيد يمارسون نوعا خاصا من الشعائر حزنا على الحسين عليه السلام. لا شك أن الحسين عليه السلام سر يمتلك القلوب البريئة والطاهرة، وهو عشق يدخل القلوب بلا استئذان، ولا يلام العاشق على عشقه لأنه لا إرادي. وبلا شك أن هذه الممارسات التي نؤديها هي موضع استهداف من قبل الأنظمة التي يخيفها اسم الثورة على مر التاريخ، بدءا من المتوكل العباسي لعنة الله عليه الذي قطع الأيدي والرقاب لزوار كربلاء المقدسة، ومرورا بالأنظمة المعاصرة وحتى هذه الساعة التي رأينا فيها من ألوان التفجير والتنكيل للمعزين. وسبحان الله، كلما زاد الضرب والتنكيل ازداد الحب ثبوتا في قلوب الأولياء والصالحين. ولم تنتهي المسألة، فبعدما فشلوا بضرب الشعائر هكذا ابتكروا طريقة أكثر تأثيرا وغير تقليدية في استهداف الشعائر، وهي طريقة ضرب الشعائر بالشعائر. هناك حكمة بريطانية تقول لا يضرب الدين إلا بالدين. يعني أنت تريد تضرب الدين، لا تجيب لك واحد علماني يحكي ضد الدين، جيب لك رجل دين يحكي ضد الدين، فبالنتيجة يصير ضرب الدين بالدين، والناس تشوف بها مشاكل الشغلة تدير وجهها وتروح، كما يحصل يعني مثلا مع قضية الإمام المهدي سلام الله عليه. أنت مرة تجيب واد مثلا ملحدين يقول لك هذا الحكي مو صحيح وماكو كلام ولا كذا ولا كذا، ومرة لا تجيب ناس يدعون التدين ويخربون بهذه الفكرة. ساعة يقول لك أنا ابن الإمام، ساعة يقول لك أنا أخو الإمام، ساعة يقول لك أنا ما أدري ياهو، كل ساعة يطلعون سالفة شكل. فبالنتيجة ايش راح يصير؟ يصير ملل عند الناس من الإمام سلام الله عليه. باكر إذا ظهر الإمام الحقيقي سلام الله عليه لربما جملة من الناس ما يروحون النسل، يقول لك خاف يطلع مثل ذاك الدجال، أو مثل هذا اللي كذب علينا، أو مثل هذا اللي باقي فلوسنا، أو مثل هذا اللي ورطنا المشاكل مع المجتمع، وبالنتيجة لا ينصرون الإمام. فإذا هم يضربون الإمام عليه السلام بناس يدعون أنهم من أنصار الإمام عليه السلام. لاحظ شلون؟ هيك يعني عبارة زين. وقد حصلوا على بعض ما يطمحون، فوا أسفاه على بعض الأخوة الذين يمارسون بعض العادات الغريبة ويسمونها شعائر، وهي لا تمت إلى الحسين عليه السلام بصلة. وبطبيعة الحال هذا قتل آخر للحسين، وهو قتل معنوي بطبيعة الحال، حتى أصبح بعض أنواع اللطم عبارة عن إيقاع ورقص وغيرها من الممارسات التي تخالف الشريعة والثقافة الحسينية. أنت في السابق تسمع مثلا مثلا جرير كربلاء، تسمع أبو بشير النجم، تسمع باسم كربلاء، تسمع من القدماء حمزة الزهيري، تسمع هؤلاء الرواديد أو ياسين الروميتي. دول من تسمع القراءة مالتهم تشعر فعلا أنت في كربلاء، وتشعر فعلا بأن مصاب الحسين موجود. أما الآن الذي يحصل من هؤلاء الذين لا دين لهم، واحد، لا أخلاق لهم، اثنين، لا ثقافة لهم، ثلاثة، بل وراءهم أيدي كثيرة. أنت يعني ذاك اليوم واحد شفت يعني شفت مقطع فيديو يرقصون رقص ومداقين الموسيقى التي تيجي ما شو يسموه، والقطيب هذا القارئ مخلي صدى جدا عالي، يعني ما تدري من الأغنية ايش قاعد يحكي، ما تدري دول ايش قاعد يسوون، وين يطلبون ولا وين يطلبون. هذا أي دين، هذا الإسلام، هذا أي عقيدة، هؤلاء يجب محاربتهم، وإلا سوف يستمرون جيل بعد جيل بل 10 أجيال. وإذا ما تدري دول القضاء الحسينيين الحقيقيين، ما تدري بس دول
هذه اللي ما عندهم لا ذمه ولا ضمير ولا اي دين. قل له المرجع يقول لك حرام، يقول لك انا ما ارجع امشوره مرجع. قل لك بان هذا الشهور كل المراجع محرمينه. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول لك انا ما امشوره المرأة، انا احب العسير. فقصدنا شنو؟ انه هؤلاء وامثالهم يجب ان ينصحوا اولا، ثانيا يقاطعوا اذا ما يفيدهم الحكي، ثالثا يجب اتخاذ اجراءات حاسمه معهم. مثلا انت عندك حسينيه على سبيل المثال ويجون دول بدون ينصفون بها، ما كان يدخل الحسين. قل له عمي انت جاي تطلع على الحسين اقرب عدد، اما تضرب موسيقى وهذا يصيح سين وذاك ما ادري يصيح وهذا ما ادري يحكي وجايب ناس يعني شعرهم ما ادري شلون مسوينها وحياهم ما ادري شلون مسويها، ناس يعني بمعنى من المعاني يتشبهون بالنساء زي العيدهم زي الجوار بنطر وشعره ويدبش فوق الناس. شنو؟ اخلاق انسان لا ينبغي للانسان ان يعبر هكذا المواقف، لان هو عمل الحظ ما هو عمل الحظ انه يقول لك هذا حلال هذا حرام. خلاص من قال لك المرجع مالك هذا حرام ما انت لا تضرب اعتزال، لا تاخذ وتجيبه وتناقش. هو قاعد يقول لك حرام وما عنده مصلحه فيه، وانما امامهم لا يرضي الله. فموضع الشاهد لننتبه الى امثال هؤلاء الناس الذين يريدون اضرار القضيه الحسينيه ويريدون تشويه صوره الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر بحول الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله